لكل المصريين اللي قاعدين في المدينة زيارة يعني في المدينة وبيدوروا على أكل مصري عشان تعبوا من أكل السعودية، البرياني والكبسة والكلام الغريب بتاعهم ده. ده مطعم أبو خطاب، ليه فرعين، ده فرع وفرع هناك اهو. الفرق بينهم بس ان المطعم ده جنب الخضار والرز والكلام بتاعنا احنا بيقدم فول وطعمية. المطعم موجود فين؟ في اخر شارع السلام، هتلاقوا الكوبري اللي هناك ده، تعدوا الكوبري تمشوا هنا حوالي 50 متر هتلاقوا المطعم هنا. في نفس الوقت برضو انا هصوره لكم من اول شارع السلام لغايه الحرم عامل ازاي. اللي قدامنا ده شارع السلام، ده اخر نهايه شارع السلام. الناحيه التانية هتلاقي الحرم، ده نهايه شارع السلام. هتعدوا الكوبري ده، تعدوا الطريق، تبصوا كده الناحيه التانية هتلاقوا مطعم الخطابه. مسافه يا دوب بس الواحد بيعدي الطريق وخلاص. شارع السلام اهو، اخر شارع السلام هتلاقوا الحرم، او اول شارع السلام لو حسبنا ان ده اخره هتلاقوا الحرم اهو. اهو مسافة كلها حوالي 10 دقايق او اقل من 10 دقايق مشي. تعدوا تخشوا الشارع ده اللي اوله محل اسمه سامي للهدايا، هتخشوا جواه 20-30 متر وهتلاقوا الخطاب او ابو خطاب. اكل مصري ممتاز جدا 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 للي تعب من اكل السعوديه. وهنزل لكم المنيو بتاعته وكارت ديليفري للي عايز يبعت، يتصل يعني يبعت يجيب ديليفري من اي فندق هنا لو مش قادر يروح.